السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل بابا غنوج أو بابا غنون، في ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، وفي ناس بتعملها ببصل وفي ناس مش بتعملها ببصل. أنا بقى من الناس اللي بتعملها ببصل. معايا هنا 2 بتنجان أو باذنجان وبصلاية. أنا بحط معاه بصلاية بشويها بتدي طعم فظيع. زمان كنا بنشويها بالثوم، لكن دلوقتي بنحط الثوم ني من غير شوي عشان بيدي تيست عالي واحسن بكتير. دلوقتي انا بشويه من غير زيت من غير اي حاجه، بتحطيه على الجريل، بتحطيه في طاسه، بتحطيه على العين نفسها، زي ما تحطيه براحتك. المهم البتنجان يتشوي معايا او في الفرن برضو براحتك. انا دلوقتي شويته على جريل على البوتاجاز، او تحطيه في طاسه متحمله النار علشان البتنجان بينزل منه. بصوا اللي نازل منه الصوص ده، فعشان ما يغرقليش العين على البوتاجاز ويبهدل الدنيا، فهو بينزل في الجريل او في الطاسه، فبيحمي عين البوتاجاز من الزيوت اللي هي نازله من البتنجان. وعلى فكره الزيوت دي لما البتنجان بيتشوي وبيهدى، الزيوت دي تحفه تحفه تحفه، وطبعا ما بترميهاش. انا دلوقتي خلاص اتشوى معايا، وهبتدي اتبله بالتوابل الحلوه بتاعته. توابله بسيطه وما فيهاش اي حاجه. المهم ان البتنجان يهدى معايا، ولما بيهدى بيبتدي ينزل الزيوت بتاعته ديت. انا محتاجاها ما برميهاش. معايا هنا طحينه وبقدونس وليمون وخل وزيت زيتون وملح وفلفل اسود وكمون و2 فص توم وشطه. هبتدي اقشر البتنجان. انا خليته لما هدي خالص فبيتقشر معايا بسهوله. هخلص تقشيره كله، واهم حاجه ما ترميش الزيوت بتاعته دي، لان هي بتدي تيست حلو قوي قوي للبتنجان برضه. خلاص ببتدي انشل منها القشره بتاعتها. بعدين لما بغطي البتنجان لما بيتشوي القشره بتاعتها بتخرج بسهوله خالص وبتتقشر معايا بسرعه. انا بقشر البصلايه، عايزه اقول لكم ان البصلايه بتديها طعم فظيع والله. احنا زمان كنا بنعملها كده، وبعدين دلوقتي بره بيعملوها بالبتنجان بس، لكن لا، البصله بطعمها حلو قوي. انا من النوع اللي مش بحب اضربها لا في الهاند بلندر ولا اي حاجه. بعملها كده بالسكينه، وبعد كده بالهراسه بهرسها. بحب انا البتنجان يكون معايا موجود، يعني ظاهر مش مضروب قوي. بيبقى طعمه مش حلو يعني، بصراحة ما بحبوش قوي هو مضروب. هو انا مش باكل طحينة، انا عايزة احس بطعم البتنجان معايا، فبعمله كده بالسكينة. وبعد كده هبتدي انزل عليه بالطحينة، وبعد كده بالهراسة هبتدي اهرسه كويس جدا، بس مش بيتهرس معايا قوي. ببتدي انزل بالطحينة وبعدين الليمون وبعدين الخل، وهنزل عليه كمان بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها. وهو فصين توم بكتير قوي، ولو فص واحد توم كبير يبقى تمام. وهنزل كمان عليه بالبقدونس، وابتدي اقلبه لغايه لما الطحينه تدوب معايا من جوه، يبتدي يفتح معايا البابا غنون. زي ما انتم شايفين عملتها بالهراسه، وزي ما قلت لكم انا عايزه احس بطعم البتنجان والبصل، بيبقى معايا زي قطع كده. وهنزل بعد كده بزيت الزيتون، وخلاص هبتدي اغرف البابا غنون او البابا غنوج زي ما بتقولوا، كل واحد على حسب ما بيقول. وخلاص خلصت معايا. ويا ريت اللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، واستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.